حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اسم البلد المستضيف لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي سحبت من غينيا لعدم قدرتها على الوفاء بشروط التنظيم. وقال مصدر خاص قريب من شؤون الكاف رفض الكشف عن هويته إن المغرب هو البلد الذي سينظم نسخة الكان 2025. وأشار مصدر إلى أن المغرب كسب رهان التنظيم وسيكون المستضيف، وهو أمر حسم داخل المكتب التنفيذي للكاف. واستدل بمؤشر حدث مؤخرا تمثل في إعلان الجزائر المنافس المباشر للمغرب على استضافة هذه النسخة ترشيحها لاستضافة نسخة 2027. وصرح الجزائر هي الوحيدة التي تمسكت بالبقاء في سباق الترشح لتنظيم نسخة 2025، لكن تغير الموقف لاحقا وأعلنت سعيها لتنظيم نسخة 2027. وأردف هذا يدل على أن الجزائر تلقت أنباء عن حسم المغرب لهذا الملف، ومن ثم تراجعت لتركز على النسخة التالية 2027. وبين المصدر ذاته لجان التفتيش بالكاف وضعت تقييما فريدا لملاعب ومنشآت المغرب، ولم تحمل بشأنه أي ملاحظات، وأكدت جاهزيته من الآن لاستضافة أي حدث. واستطرد دون الخوض في تفاصيل تهم تقارير لجان التفتيش وملاحظاتها الدقيقة، توقف وفد الكاف كثيرا عند ملف المغرب مشيدا بجودة مرافقه وتنظيمه. ولفت إلى أن هذه الإشادة تبلورت خاصة بعد حضور اللجنة كضيف شرف في ودية المغرب والبرازيل بطنجة، إضافة لحضورها نهائي مونديال للأندية. وواصل المغرب حسم فعلا التنظيم، وداخل الكاف القرار بات معروفا وتأخر إعلانه بسبب انتخابات تجديد ثلث أعضاء المكتب التنفيذي المقررة في بنين في يونيو حزيران المقبل. واسترسل بعدها سيتخذ القرار بإجماع المكتب التنفيذي للكاف دون اللجوء للتصويت. وأشار إلى أن المغرب استضاف أحداثا قارية وعالمية كبرى في السنوات القليلة الماضية تؤهله تماما لتنظيم الكان 2025.